فريق الوداد وجماهيره الوصول للمباراه النهائيه، وان كان هنكون طبعا على موعد مع مباراه قويه جدا ما بين الاهلي بطل افريقيا واكثر الانديه حصولا على هذه البطوله، وفريق طبعا الوداد صاحب الجماهيريه الكبيره وايضا حامل اللقب في هذه البطوله. بالتالي ان شاء الله يعني نشوف ماتش حلو. ولكن تعليقك على اللقاء الخاص بالوداد وصن داونز. هو محمد فاروق، يعني كي لا اكون مبالغا وكي اكون معتدلا على مستوى التحليل، اليوم بمنتهى الامانه فريق الوداد قدم واحده من افضل 3 مباريات على طول خط مشاركاته في دوري ابطال افريقيا في اخر 9 نسخ. نحن كنا بصدد الحديث عن نسخه جد متطوره لفريق صن داونز، ربما الافضل في تاريخ هذا النادي الفتي والحديث. نادي يعني اقول لك جبار، او نادي قوي جدا على مستوى ترسانته الهجوميه. اللاعب شايلولي واللاعب مايلولا وعديد من العناصر، يعني يكفي الاستدلال على اننا واجهنا ناديا سجل 37 هدف في هذه النسخه. الفريق الذي لم يتعادل قط داخل ملعبه. النادي الذي سجل حصص كبيره من 7 إلى 8 إلى 5 إلى 4 إلى 3، يعني فاز بكل الحصص تقريبا. صحيح. استنادا الى نتيجه مباراه الذهاب والتعادل بالاصفار، مدرب فريق الوداد سفن فاندربروك قال بانها نتيجه خادعه ونتيجه قد تشكل لغما على الخصم. بالامس المدرب موكوينا ربما كان لتصريحه بالغ الاثار في تحفيز عناصر الوداد لانه عاد ربما من فرط الحماس او اللعب في ملعب يقولون على انه مقبره الخصوم، الداخل مفقود والخارج مولود. قال بانه سيهزم الوداد مبكرا وبتسجيل في مرمى في اول 10 دقائق. سأدلك محمد فاروق على خارطة طريق ربما قد تفاجئ وقد تشكل للبعض أرضية للنقاش والتداول. الوداد بوصف بطلا للنسخة السابقة هو ريال مدريد، ونادي سان داونز كان في صورة نادي مانشستر سيتي، يعني لتشابه الظروف. ما يقوم به مانشستر سيتي حاليا على الصعيد الأوروبي هو ما أنجزه نادي سان داونز على الصعيد الأفريقي هذا العام. تتابع معي محمد؟ ألو؟ أنا معاك حبيبي، أنا سامعك، اتفضل. الناديان تعادلا ذهابا على ارضهما. لذلك قبل مباراه الاياب مدرب نادي الوداد ذكر لاعبيه بما كان عليه فريق ريال مدريد امام مانشستر سيتي. لو تتركون لهم الملعب والاستحواذ سيأكلونكم. لو تتركون هذا النادي سيلعب سيكون لفريق الوداد ما حدث لريال مدريد، يعني خسر بالاربعه وكاد بالامكان ان يخسر باكثر. الصمود في اول ربع ساعه الى غايه نصف ساعه كان يمثل للوداد طوق نجاة وبادرة أمل على أنه سيتأهل. هذا ما خطط له نادي الوداد ومدربه. لحسن الحظ كان هناك حارس قوي جدا وحارس متألق اسمه يوسف المطيع، وكان هناك مدافع بجرينتا عاليا اللي هو المدافع الكونغولي زولا والذي كبر في عيون الوداديين، ويمكن القول على أنه ولد في المغرب هذا المدافع على اعتبار الروح التي لعب بها. كان مصابا بارتجاج على مستوى الدماغ قبل أسبوعين، واليوم تعرض لضربة قوية على مستوى الرأس أيضا، وأكمل المباراة بنزيف. لذلك صديقي محمد فاروق أقول لك قياسا بقوة المنافس وبنتيجة الذهاب وبالمعطيات السابقة الوداد قدم مباراة للتاريخ اليوم. ربما مباراة أعادت الروح والثقة لأنصار الوداد في موسم متخبط. تصور معي أن الوداد يعبر للنهائي ب4 مدربين. الحسين عموته في مباراة الدور الأول، مدرب التونسي المهدي النفطي قاد مباراتين في دور المجموعات، الاسباني غاريدو يقود 4 مباريات في بقيه دور المجموعات وربع النهائي امام سيمبا، ومدرب بلجيكي اليوم يسجل التاريخ على انه اول مدرب يتاهل للنهائي دون انتصار، تعادل ذهابا وايابا. هذا ربما ملخص ما حدث اليوم، ويمكنني القول باختصار كي اجمل لك كل ما قلت. خليني اسالك صديقي منعم، هل المنافسه على بطوله الدوري في المغرب في الوقت الحالي، بطوله الدوري المغربي، هل ممكن تاثر بشكل ما على تفكير وتركيز فريق الوداد في المنافسه الموجوده دلوقتي ما بين الوداد والجيش الملكي وما يحدث في الدوري المغربي والمباراه النهائيه امام النادي الاهلي؟ اطلاقا انا فهمت قصدك، ويمكنني ان ادلك على مساله اخرى مناقضه تماما. اليوم في بريطوريا كان للاعبي الوداد توعد على انهم ربما بصدد انجاز موسم تاريخي اخر. الموسم المنصرم فازوا بالثنائيه، فازوا بدرع دوري الابطال امام الاهلي وبدرع الدوري المغربي مع وليد البكراوي. هذه النتيجه التي تحققت اليوم في بريطوريا ووقوف الوداد على بعد نقطه من الجيش الملكي مع مباريات ربما تبدو في المتناول للوداد في الدوري المغربي، خوض اياب دوري ابطال افريقيا للنسخه الثانيه تواليا بمركب محمد الخامس يوم 14 يونيو المقبل بعد مباراه 4 يونيو على ملعب القاهره. لا ارى، بالعكس اعتقد بان الدوري وبقيه مباريات الدوري وكاس العرش هي بمثابه فاتح للشاي للوداد قبل مباراه النهائي امام الاهلي. قد لا يعجب بعض الاصدقاء من الاهلي او بعض المصريين ما اقولوه،
اليوم يقولون بانهم بعدما ازاحوا صن داونز، وبما ان مباراه العوده ملعوبه بالمغرب على ارضيه مركب محمد الخامس، لا مجال للتفريط في فرصه تتهادى وقد لا تتكرر بان يصبح الوداد اول مغربي، نادي مغربي يصل النهائي مرتين على التوالي ويتوج بلقبين مرتين على التوالي. للتصحيح بس يا صديقي، هي يوم 11 مش 14 المباراه الثانيه. يوم 11 انا قلت يوم 11 يوم 11 يعني يوم 4 ويوم 11 عفوا يوم 11 يوم 11 تمام. يعني انت بتشوف ان ده حافز كبير جدا لفريق الوداد ان هو يقدر يحقق يعني نتائج وبطولات كتيره جدا النهارده من خلال او السنه دي من خلال مشاركته. بالاضافه انت بتقول لو حقق اللقب مرتين لنادي الوداد، ده برضه شيء وانجاز كبير بيحققه الوداد في بطوله افريقيا. طيب على الجانب الاخر اتفضل. نعم. اتفضل. دعني اكمل لك مساله اخرى. انا دائما اشتغل على لغه الارقام. الوداد واجه صن داونز مرتين في دوري المغلوب، اطاح بصن داونز 2017 وتوج باللقب، واطاح بصن داونز 2019 وبلغ النهائي وخسر اللقب دون ان يكمل المباراه مع نادي الترجي في رادس، وكان المدرب موسيماني. اليوم اطاح بصن داونز المره الثالثه. ايضا ينظرون الى انه لا اثنان من دون ثلاثه. الوداد 2017 يتوج امام الاهلي المصري هنا بالدار البيضاء، هدف وليد القرتي الذي يلعب عندكم في نادي بيراميد، و2022 بثنائيه المترجي، ويروا بان الثالثه ايضا يجب ان تكون ثابته هنا بتتويج الوداد. الوداد والاهلي انطلق من دور المجموعات بنفس النتيجه، خسر سويا الوداد من شبيبه القبيل بهدف، والاهلي من الهلال السوداني بهدف. واللون الاحمر سيسيطر على مباراه النهائي. وانا اقول لك يعني ليس بالعاطفه ولكن احتكاما، لدي اصدقاء كثر في الاهلي وفي مصر وفي الزمالك. الاجواء الايجابيه اليوم وعوده الروح حين تطيح بالمرشح الاوفر حظا، فانك ربما تكسب المزيد من الثقه، مع الاحترام الكبير للنادي الاهلي الذي يكسر الارقام بحضوره المستمر في النهائيات. ولكن يقولون بانه يعني كان لتواصل مع الكثير من الفعاليات الوداديه. بعد الاطاحه بصن داونز وبعد خوض الاياب هنا بالدار البيضاء امام جمهور الوداد، لا مجال للتفريط في هذه الفرصه التاريخيه من اجل لقب ثاني على التوالي. اذا يعني المباراه الوداد انت بتشوف ان هو في حالته الفنيه وحاله النادي الاهلي الفنيه، الوداد هو الاقرب من وجهه نظرك؟ انا لو اتحدث معك وقد تابعت الاهلي هنا في مونديال الانديه، يعني كتب وحضرت له مباريات عن قرب ولم اشاهد من التلفاز بل من الملعب. وقفت على تطور نادي الاهلي فقط. هناك بعض التارجع وبعد الترنح في بعض المباريات ربما اعطت الانطباع، خاصة سأدلك على مباراة ربما تقدم للوداد خارطة طريق الإيجاز على الأهلي، وهي مباراة الأهلي مع الرجاء. مباراة الأهلي مع الرجاء هنا في ملعب محمد الخامس قدمت يعني ما يمكن القول على أن الأهلي ليس بالفريق الذي لا يقهر. أيضا على أن الأهلي ربما قد يحضر للدار البيضاء بمركب نقص سلبي، وهو أنه في آخر زيارتين له لملاقاة الوداد في النهائي خسر 2017 و2022. ربما هذه الأمور تبدو على الورق قد يتم تجاوزها داخل المستطيل الاخضر. مساله اخرى صديقي محمد فاروق، ما بين 2017 الى غايه اللحظه توج موسيماني وهو مدرب محلي بثلاث القاب، توج وليد الركراكي والحسين عموته باول لقبين وهما مدربين محليين من المغرب، ومعين الشعباني من الترجي. لاول مره في اخر 8 نسخ سيتوج مدرب اجنبي، يا اما كولر يا اما المدرب سفان فاندر بروك. على اي نحن بصدد طبق كروي راقي جدا ان شاء الله ما بين الاهلي وما بين الوداد. ولكن دعني اقول لك بدون عاطفه، يعني بدون عاطفه، انا ارى بان الوداد اليوم بمباراته المرجعيه القويه في بريطوريا عاد الثقه لانصاره على انه ربما سيفض الشراكه مع غريمه الرجاء ليتوج باللقب الرابع ليصبح اكثر من توج بين الانديه المغربيه. سيخوض النهائي الرابع في اخر 6 نسخ، رقم قياسي، وايضا بسبب كسر الهوة مع نادي الاهلي الذي له 10 القاب. وحان الوقت ليكون الوداد يعني في اخر السنوات بصدد الاقتراب نوعا ما من النادي الاهلي. المعطيات قد تتغير من هنا الى يونيو، ولكن اجماع كبير داخل الوداد على ان اللقب يجب ان يظل بالدار البيضاء. صديقي منعم انا بشكرك وجودك، ونتمنى زي ما انت بتقول كده يبقى ماتش يكون رائع. الحقيقه احنا نتمناه ماتش جميل نستمتع بيه. انا اتكلم مع صديقي محمد فاروق ودائما انزل عليكم في البريمو واتكلم بصراحه. احيانا قد تكون هذه الصراحه جارحه، ولكن لا ده انت من حقك طبعا كواحد من ممكن ما اعرفش انت مشجع ودادي ولا ايه، لكن من حقك طبعا من خلال رؤيتك الفنيه. لا انا لا اتكلم بقبعه المناصر ولا مره في حياتي. محمد فاروق مررت من بلاطو وتكلمت بقبعه المناصر، دائما بقبعه المحلل المحايد. تمام. اليوم انا اتكلم معك وانا اشعر بكثير من الفخر لما قدمه فريق الوداد. حقيقي النهارده هم يعني عملوا ماتش كبير جدا النهارده الوداد، مباراه رجوليه، مباراه رجوليه. صحيح
رجاله النهارده صراحه. واتمنى صادق يعني مرحبا بكم، نزوركم ان شاء الله في مباراه ده اللي احنا عايزينه بقى ان شاء الله في في القاهره. طبعا فريق الوداد هينور وهيكون وسط اهله، ولكن المنافسه داخل الملعب بشرف. تاكيد على التاهل كابتن ابو الدهب، وان كان كل الانظار كانت منتظره مين الطرف. يعني خلاص كان النادي الاهلي 3-0 في تونس. ماتش امبارح كان متاكدين ان شاء الله كان هيحقق نتيجه ايجابيه برضو، لكن في الاخر انت بتبص المنافس هيكون بالنسبه لك مين؟ هل هو صن داونز والمباراه اللي يمكن البعض بينتظرها، بعض الاهلاويه كان منتظرها، على الجانب الاخر كان في بعض الاهلاويه يقول لك لا انا عايز الوداد عشان هو كسبني السنه اللي فاتت في النهائي، وبالتالي كان في متابعه جيده جدا النهارده لمباراه صن داونز والوداد واللي تاهل منها الوداد. ماتش الاهلي من خلال رؤيتك امبارح يا كابتن، هل تحس ان اللعيبه كانت برضو بتركز في ماتش زي ده بتاع النهارده ده مين هيلعبها من خلال الاداء اللي انت شفته امبارح؟ عايز اقول لك على حاجه يا فاروق، يعني خلينا اتكلم. يمكن النادي الاهلي ضمن يعني التاهل من تونس. عمل مباراه كبيره، كسب 3-0، كان يعني باريحيه كبيره جدا. بس خليني اقول لك يا فاروق، النادي الاهلي نادي كبير. يعني عشان الناس لما تتكلم عن النادي الاهلي نادي بطولات، نادي كبير. كل واحد هتشجع النادي الاهلي كبطل بيمثل مصر، سواء بقى قدام صن داونز، قدام الوداد، قدام الترجي. عمرك ما تقلل من النادي الاهلي وتاريخه ولاعيبته وجماهيره. النادي الاهلي الناس بتيجي تتكلم، عشان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي يا فاروق احنا شهادتنا مجروحه دايما. لا شهادتنا مجروحه للنادي الاهلي، لان انت عارف النادي الاهلي وعارف هو بيفكر ازاي وبيلعب ازاي. اللي عاوز يتعلم وياخد بطولات يعمل معايشه في النادي الاهلي. اللي عاوز يتعلم وياخد بطولات ياخد بطولات افريقيا، ياخد بطوله الدوري، ينافس على كل البطولات اللي بيخش منها. مش عيب ان انا اتعلم اشوف منظومه النادي الاهلي بتعمل ايه واعمل زيها. خليك في ورقتك، بص في ورقتك، انت مالكش دعوه. العب بقى ماتش هنا، العب ماتش هناك. النادي الاهلي عينه على البطوله، واي بطوله بيخش فيها فاروق بياخدها. النادي الاهلي مش شايف حد، مجلس ادارته مش شايف حد، لعيبته مش شايف حد، لعيبته بتلعب على الانجازات، بتلعب على البطولات. فبالتالي انت بتلعب كل ماتش بماتشه. بتلعب الرجاء، بتلعب الترجي، بتلعب صن داونز، بتلعب اي حد في الدنيا. النادي الاهلي عينه على البطوله، وده اللي احنا شفناه. لو تفتكر يا فاروق، النادي الاهلي تطور اداؤه بعد مباراه صن داونز. بعد النهارده الراجل لعب 11 مباراه والناس ما اتكلمتش في كده. الراجل ده من ساعه ما جه لا لازم ترفع له قبعه، ده بيعمل انجازات وتاريخ مع النادي الاهلي. كمل المعلومه كابتن ان انا بكلمك بعد مباراه صن داونز ما دخلش ولا هدف اللي هو بتاع بيراميدز، ما دخلش فيها الهدف. والنهارده النادي الاهلي جايب 24 جون يا فاروق. يعني اذا الاداء تطور وتطور بشكل كبير جدا. زي ما بقول لك النادي الاهلي بيتعلم من اخطائه، ودي حاجه كويسه جدا. فانت النهارده بتتعلم من اخطائك، بتتعلم من اخطائك الدفاعيه، بتتعلم ان انت تقف ازاي. فانت بتقوليش ان النادي الاهلي هيلاعب الوداد او الترجي. هرجع لك تاني انا بس هرجع لك تاني كابتن سلام، بس برضه اخد رايك لان انا كلمت كابتن ابو الدهب في نقطه مهمه. امبارح الجماهير كانت متوقعه فوز كبير برضه زي ما حصل في الترجي، وبالتالي انا من وجهه نظري ان اللعيبه برضه كانت بتفكر مين هيكون بالنسبه لها المنافس في المباراه النهائيه. يعني ممكن ده اثر شويه، ولا شايفها ازاي دي؟ لا بص يا فاروق، انا كان ليا راي مختلف تماما عن الناس كلها. الناس كلها كانت بتتكلم حتى على صن داونز وبتقول صن داونز هي اللي هتقابل النادي الاهلي الماتش دوت. انا كان رايي مختلف يا فاروق، وانا حتى قايل كان ليا تصريح من 3 ايام، انا قايل الوداد اللي هيقابل النادي الاهلي 90%. النهارده انت فرحان انت اول منزل البوست ده ان انت قايل الوداد. انا بتكلم عن ليه عارف الوداد ليه يا فاروق؟ مهما كان ما هو الوداد ده برضه فريق كبير، ما انا عايز اكلمك حامل اللقب برضه. بس انا عايز اقول لك الاسباب اللي تخليني رشحت الوداد ليه. الوداد اولا اخر نسخه من النادي الاهلي هي اللي واخده البطوله. الوداد مع وليد الرجراجي اللي هو المدير الفني المنتخب المغربي عامل لهم سيستم بشكل كويس، الماشيين عليه المنظومه لحد دلوقتي. هتلاقي الوداد متقدم جدا. ما هو برضه غيروا بس المدرسه واحده والهويه والشخصيه واحده. انت فاهم ازاي؟ حتى تطور الفروع هتلاقي التطور الطبيعي اللي موجود دلوقتي في الكره المغربيه غير جنوب افريقيا. يعني بص المنتخب المغربي حتى في كاس العالم يا كابتن وصل لحد فين. فانت بتتكلم على امكانيات موجوده او بنيه تحتيه ابتدت تشتغل بشكل كويس. انا بتكلم على الفرقتين. الفرقتين صن داونز فرقه كويسه، بس عندهم في النهائيات او المطوشه الاخيره عندهم مشاكل مع خبراتهم حتى قليله في النهائيات. انت تبص على الادوار التمهيديه او الادوار الاولانيه مميزين جدا. الفرقه الوحيده لحد دلوقتي ما اتغلبتش ولا ماتش.
يعني فرقه قبل الماتش النهارده ما اتغلبتش خالص في الادوار التمهيديه او اللي قبل كده. انتوا مسيطرين قوي يا جماعه، مسيطرين. كابتن احمد سلام جامد قوي. توقعات يا فاروق عشان انا نفسي كابتن رضا عبعال. لا ما ده بيثبت لك ان الكوره ملهاش كبير يا فاروق. ده اولا يعني انت حتى طبعا لا انا هقول لك حاجه، انا والله يعني كنت متوقع ان الوداد بتاريخه وبخبراته يقدر يعمل حاجه بس مع بص فريق يا فاروق خلي بالك لو جينا نتكلم يعني الناس كلها في مصر كانت بتتكلم على صن داونز. انا كنت زيك، كل الناس كانت بتتكلم مع كابتن ابو دهب على صن داونز. انا كنت ايوه هو فريق كبير قوي.